بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ معاكم مستر محمد رافع مدرس رياضيات. حبايبنا طلاب تانية اعدادي، باذن الله النهارده معانا مع بعض مراجعه شهر ابريل على منهج شهر ابريل كله. هنحل مع بعض التمارين المراجعه اللي موجوده معانا في كتاب التقييمات بتاع الوزاره. سمي الله كده وصلي على النبي وركز معايا. اول حاجه بيبدا معانا باسئله اختر، فبيجي يقول لك ايه؟ اذا كانت النقط A و D و E و C تقع على استقامه واحده بحيث ان EC أقل من AD. طيب قال لك AC الحتة دي أقل من AD الحتة دي، فأنت هترد تقول لي ما هي واضحة يا مستر. ماشي يا عم. فبيقول لك فإن AE سبيس أو مسافة أو أيا كان هو عايز إيه DC، عايز يعرف مين الكبير. طيب هو أنت لسعادتك لو مسكت هنا AE وهنا عندك DC وجينا بصينا على الشكل مع بعض، AE عبارة عن كام حتة؟ عبارة عن حتتين، حتة اسمها AD زائد حتة اسمها DE. الحتة اللي احنا هنظللها دي اللي هي DE، ده اللي هو ضافها. تمام. وبعدين هي ال DC عبارة عن كام حتة؟ ال DC دي عبارة عن ال EC وضاف لها DE. فلو انت يا باشمهندس ركزت، انت اصلا في الاصل كان مين الكبير؟ الاي دي اكبر من مين؟ من اي سي. يبقى انا هنا اي دي وهنا اي سي. مين الكبير؟ الاي دي. تمام. ضفت هنا دي اي وضفت هنا دي اي، يعني بالبلدي كده اللي ضفته في اليمين ضفته فين؟ ضفته في الشمال. فالطبيعي يا مستر اللي كان في الاول هو الكبير هيفضل كبير. مين اللي كان موجود في الاول كبير؟ الاي دي. يبقى الاي دي زائد دي اي هتبقى اكبر من اي سي زائد دي اي. طب هي الاي دي زائد الدي اي عباره عن مين؟ عباره عن اي اي. طيب هي الاي سي زائد الدي اي عباره عن مين؟ عباره عن الدي سي. يبقى مين الاكبر يا مستر؟ الاي اي. بص عندك في الاختيارات هو عايز مين؟ عايز يعرف مين الكبير، الاي اي ولا الدي سي؟ يبقى الاي اي. يبقى انت سعادتك هتقول له ان الاي اي اكبر من مين؟ اكبر من الدي سي. كلام جميل؟ كلام جميل. رقم 2 بيقول لك مساحة الدائرة التي طول نصف قطرها 3 سم. سعادتك درست وعرفت ان مساحة الدائرة الاي بتساوي المساحة مش المحيط، بيساوي ايه القانون؟ باي ار تربيع. يبقى مساحة الدائرة هي عبارة عن ايه؟ باي ار تربيع. هو مش مدينا باي، ولو انت بصيت في الاختيارات هو مديها لنا بحاجة اسمها بدلالة باي. جميل. يبقى انت هتشيل الار وتحط مكانها القيمة بتاعتها اللي هي كام؟ 3. فأصبح عندك كده 3 تربيع. طب ما هو 3 تربيع دي بكام؟ قال لك 3 تربيع دي ب9. ومين اللي هتنزل زي ما هي؟ الباي. يبقى المساحة بتاعت حضرتك هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن 9 باي اللي هي الاختيار رقم ج. رقم 3 بيقول لك في الشكل المقابل انا معايا مثلث اي بي ب5، ده ب5، هنا في ايه بس ممسوحة، وعندك هنا البي سي ب7، الحتة دي ب7، وعندك هنا السي اي ب8، وحاطط لك تحت كذا اختيار وبيقول لك انهي فيهم اللي صح. طيب حضرتك لو ركزت مين اكبر ضلع؟ ال8. يبقى مين الزاوية اللي في وشه؟ بي. يبقى الضلع الكبير في وشه زاوية اكبر، فبالتالي كده انا عرفت ان قياس زاوية بي اكبر من قياس زاوية سي. ثواني. قياس زاوية سي، وعرفت ان قياس زاوية بي اكبر من قياس زاوية ايه. برضو
بقياس زاوية A. هل واحدة من دول موجودة عندك في الاختيارات؟ بص كده، قياس A بيساوي B؟ طبعا لا، لأنه مش مثلث متساوي الساقين. قياس ال A أكبر من ال B؟ لا، ده ال B أكبر زاوية. طب قياس ال B هو اللي أكبر من ال A، أو بمعنى آخر إن قياس ال A أقل من B؟ طبعا قياس ال A أقل من B أهو. قياس ال A أقل من مين؟ أقل من B. يبقى الاختيار بتاع حضرتك الاختيار رقم كام؟ رقم ج. رقم 4 دي اختياراتها موجودة في الصفحة اللي بعدها، فتعال نشوف الصفحة اللي بعدها. بيقول لك أنا عندي مثلث اسمه ABC. أدي A وأدي B وأدي C. قياس زاوية B ب80، يبقى الزاوية دي يا باشمهندس ب80. وقياس زاوية A ب50، يبقى الزاوية دي ب50. فأي طالب قاعد هيقدر يقول لي أنا أقدر أروح أجيب دي عن طريق زوايا المثلث. 50 و80 130، شيلهم من 180 هتبقى دي ب50 لو احتاجناها. سألني عن إيه بقى؟ حاطط لك برضه اختيارات وبيقول لك مين الكبير أو مين الصغير. طيب هنا بيقول لك إن ال AB أقل من ال BC. طيب هو مين أكبر زاوية؟ أكبر زاوية يا مستر بي. يبقى مين أكبر ضلع؟ AC. يبقى أنت تقدر كده تقول إن ال AC أكبر من ال AB، وتقدر تقول إن ال AC أكبر من ال BC. طبعا الرسم كروكي للتوضيح مش أكتر، عشان ما تجيش تقول لي أصل دي أكبر من دي والحركات بتاعتكم دي. طيب هل في واحدة في دول موجودة في الاختيارات؟ يا مستر، ال AC أكبر من ال AB أهو، لأن ال AC دوت موجود في وش الزاوية ام 80، يعني هو أكبر ضلع. رقم 5 بيقول لك محيط الدائرة التي طول قطرها 20 سم. أنا معايا هنا القطر ب20، يبقى الآر بتاعتي ب10، يعني نصف القطر بتاعك بكام؟ ب10. كلام محترم. عايز المحيط. إيه القانون بتاع المحيط؟ المحيط يا مستر بيساوي 2 باي ار، يبقى 2 في باي في ار اللي انت جبتها اللي هي ب10. طب 2 في 10 بكام؟ ب20، يبقى 20 باي. او لو انت حافظ، يبقى احنا بندور على 20 باي. او لو انت حافظ ان المحيط بيساوي القطر في باي، هتاخد ال20 تركبها للباي هي. طيب رقم 6 بيقول لك A B C D معين تقاطع قطرها في E. يبقى انت تروح ترسم كده معين كروكي. اسمه ايه المعين ده؟ A B C D. بيقول لك انا عندي هنا قطر وعندي هنا قطر. كلام محترم، معوق شويه بس مش مشكله. القطر AC اللي بالاسود اكبر من القطر BD. هو مديك ان AC اكبر من BD. كلام جميل، كلام جميل. فبيقول لك بقى، انا بسألك سؤال. ايه السؤال يا كابتن؟ البي اي، مين البي اي؟ هو اتقطعوا هنا في اي. البي اي الحته دي اكبر ولا الاي اي؟ الاي اي الحته اللي بالاخضر دي. فالطبيعي اي حد قاعد هيقول لي يا مستر الاي اي اكبر من الاي بي. الاي اي هي الاكبر. ليه يا مستر هي الاكبر؟ بالعقل يا ابني. الخط اللي بالاسود ده كبير، مثلا ب 12 مثلا وليكن، فيبقى الاي اي دي مثلا ب6، والدي بي ده اقل منه، يعني مثلا ب10، فدي هتبقى ب5، لان احنا واخدين من اولى اعداد ان القطران ينصف كل منهما الاخر. فالطبيعي مين الكبير، ال6 ولا ال5؟ اكيد ال6 يا مستر. فبتاخد ان الاي اي اللي هي مثلا ب6 اكبر من البي اي، فبتاخد الاختيار الاول. كلام جميل، كلام جميل. تعال نكمل. بيقول لك في رقم 7 دائرتان مساحتهما 49 باي و46 باي، فما النسبة بين محيطهما؟ ركز معايا السؤال ده رخم، هعلمك حاجة ليك وللزمن. بص يا ريس، صلي على الرسول عليه ألف صلاة وسلام. لو أنت عندك دايرة
المساحة بتاعتها ب4 باي، ب9 باي، ب16 باي، بمثلا 49 باي زي اللي معانا في المسألة، ب100 باي. كلام جميل؟ كلام جميل. قال لك تقدر يا باشمهندس بكل بساطة تجيب ار اللي هي نصف القطر، يبقى ار هتبقى بكام؟ قال لك لو هو مديك المساحة بدلالة باي، لو هو مديك المساحة بدلالة باي 4 باي، هات جذر الأربعة 2، يبقى الار ب2. 9 باي، هات جذر التسعة 3، يبقى الار ب3. 16 باي، هات جذر ال16، يبقى الار ب4. 49 باي، هات جذر ال49، يبقى الار ب7. 100 باي، هات جذر ال100 10، يبقى الايه؟ الار ب10. نرجع للمسألة بتاعتنا. بيقول لك انا معايا دائرتين، الدائرة الأولى مساحتها 49 باي، يبقى الار ب7. محترم. والدائرة الثانية 64 باي، يبقى الار جذر ال 64 كام؟ 8. كلام جميل؟ كلام جميل. عايز النسبة بين المحيطين، ما تروحش تاخد الأولى، ده نسبة بين نصف القطر ونصف القطر، ركز. فساعتك غصب عنك هتروح تجيب C1 وتجيب C2. مين سي دي؟ المحيط يا كابتن، المحيط. ايه القانون بتاع المحيط؟ 2 باي ار. ايه القانون بتاع المحيط؟ 2 باي ار. يلا بينا يلا بينا. هنروح في الأولى هنعوض عن الار ب7، يعني 2 في باي في 7. طب 2 في 7 بكام؟ ب14، يبقى 14 باي. ماشي. هنروح نعوض عن الثانية، 2 في باي في الار بكام؟ ب8، ب8. 2 في 8 16، يبقى 16 باي. فيجي واحد يقول لي يا عم ما هي كانت من الاول، انت كده هتجيب النسبه بينهم. طب هتجيب النسبه بينهم ازاي؟ ما هي النسبه بينهم كده تعتبر كام الى كام؟ لو احنا عملنا مثلا قلنا ان دي الاولى او دي الثانيه او دي الثانيه ودي الاولى، ادي 14 باي الى 16، صح كده؟ باي. دي ب8، لا ثواني، 8 في 8 2 في 8 16، صح. فهنا باي هتروح مع الباي، فعندك 14 و16 تقدر تقسم على الاثنين، فدي 7 ودي 8، او 8 الى 7 على حسب ما هو بدأ بمين. يعني انت يا باشا تقدر تروح تقول له ان النسبه بين المحيطين هنا يا مستر من اصل المساله كام الى كام؟ 8 الى ايه؟ الى 7. حد كده ما فيهاش مشكله؟ سمي الله كده وركز ايه معايا. يلا نكمل. هنا بيقول لك منشور خماسي قائم، قاعدته مضلع خماسي. يعني انت عندك القاعده بتاعته على الشكل ده مثلا كده، 1 2 3 4 5. جميل. منتظم. يعني ايه منتظم؟ يعني كلهم قد بعض. حلو. مساحته 10، يبقى القاعده اللي قدام سعادتك دي 10. طب ما انا عارف ان المنشور هيبقى ليه قاعده من تحت وقاعده من فوق، يبقى انا اكيد 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 عندي قاعده شبهها معوقه شويه بكام برضو؟ ب10. دول القاعدتين بتوع المنشور. مساحه احد المستطيلات الجانبيه، هو منشور كام؟ خماسي. يعني انت عندك كام جنب؟ كام جنب؟ جانبيه. جانبيه دي 1 2 3 4 5. 5 اهي. هو الراجل بيقول لك ان مساحه احد المنشورات او احد المستطيلات الجانبيه بكام؟ ب9. يبقى ده مساحته 9 وده مساحته 9 وده مساحته 9 وده مساحته 9 وده مساحته 9. تقدر تقول لي المساحه الكليه للمنشور؟ هروح اجيب المساحه الجانبيه دي 1 2 3 4 5، يعني 9 في 5. 9 في 5 ب45. ماشي. وترجع بعد كده يا باشمهندس تضيف عليهم القاعدتين، القاعدة اللي فوق والقاعدة اللي تحت. يعني انت هتمسك ال 45 بتوع الخمس مستطيلات، 5 في 9،
تجمع عليها 10 و10 اللي هي كام؟ 20. 45 اجمع عليها 20 تدينا 5 وكام؟ و60. هتبص عليها في الاختيارات هتلاقيها متر، طبعا المساحة متر ايه؟ مربع. رقم 9 بيقول لك اسطوانة دائرية قائمة. طول نصف قطر قاعدتها 5، يبقى الار بيساوي 5. كلام جميل. وارتفاعها 10، يبقى الارتفاع اللي هو الاتش بيساوي 10. لازم تكون عارف عشان تشتغل يا باشمهندس في اسطوانه لازم يكون معاك المفتاحين. ايه المفتاحين يا مستر بتوع الاسطوانه؟ انت عندك باب في كالون تحت وكالون فوق. انت مش هتعرف تفتح اي كالون فيهم الا لما يكون معاك الاثنين، فتحت واحد والتاني لا، مش هيفتح الباب. فلو انت شغال في اسطوانه احفظ الكلمه دي وسجلها عندك. لازم يكون معاك الار اللي هو نصف قطر قاعدتها، ولازم يكون معاك الاتش اللي هو الارتفاع. طب هو الراجل مديهم لنا، كتر الف 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 خيره. عايز ايه؟ عايز المساحه السطحيه. باشا المساحه السطحيه هي المساحه الكليه. صلي على النبي وركز. المساحه السطحيه يعني المساحه الكليه. طب ايه القانون بتاع المساحه الكليه للاسطوانه؟ المساحه الكليه كان في قانون مختصر كده احنا قلناه، ايه هو؟ 2 باي ار في اتش زائد ار. المساحه الكليه 2 باي ار كوس في اتش زائد ار. 2 باي ار في اتش زائد ار. تعالى يا باشا نعوض. الاتنين هتنزل في الباي هتنزل، ما هو مش مدينا باي صح؟ مش مدينا باي. الاختيارات كلها بدلاله باي. في ار اللي هي ب5 تفتح قوس اتش زائد ار يعني ال10 والخمسة 10 زائد ال5، وتروح يا باشا تطبق الكلام ده على الآلة الايه؟ على الآلة الحاسبة. لو جمعت دول مع بعض يدونا 15. في 10 و5 15 وضربت 5 في 2 يدينا 10. بس معايا باي ما تنساهاش. اضرب 10 في 15 يدينا 150، وطبعا بدلاله مين؟ بدلاله باي. هتدور في الاختيارات عن 150 باي هتلاقيها موجوده رقم كام؟ رقم ج. يلا بينا نكمل مع بعض. هنا بيقول لك بيتكلم معاك عن درس البعد. بيقول لك ما بعد النقطة كذا وكذا عن نقطة الأصل. بص يا ريس، لما يقول لك بعد النقطة عن نقطة الأصل تعمل الجذر التربيع الإكس تربيع زائد واي تربيع، وتحفظ القانون ده عندك. بعد أي نقطة عن نقطة الأصل جذر إكس تربيع زائد واي تربيع، يبقى هتساوي جذر إكس ب4 يبقى 4 تربيع زائد 3 تربيع. تعملها على الآلة الحاسبة يا باشا يدينا كام؟ 5. يبقى بعد النقطة دي عن نقطة الأصل بيساوي كام؟ بيساوي 5 وحدة إيه؟ طول. رقم 11 بيقول لك أنا عايز المساحة الجانبية لمنشور ثلاثي. ماشي. قائم ارتفاعه 8، يبقى أنت كده عرفت إن الارتفاع بتاع المنشور 8. أطوال أضلاع قاعدته، القاعدة على شكل مثلث وأضلاعه مدية على قائمة 3 و4 و5 3 و4 و5. عايز إيه؟ أنا عايز المساحة الجانبية. مش هتعرف تسوق العربية إلا لو أنت بتعرف تسوق، مش هتعرف تركب العجلة لو أنت بتعرف تسوق، لو ما بتعرفش تسوق هتقع على عينك. فإيه القانون بتاع المساحة الجانبية للمنشور؟ قال لي القانون بتاع المساحة الجانبية هو محيط القاعدة في الارتفاع. محيط القاعدة في الارتفاع. طب ما هي القاعدة يا مستر على شكل مثلث، يعني انت قصدك ان انا اجيب مساحة المثلث ده؟ هات لي مساحة المثلث ده اتمسحناه علينا. يعني اجمع 3 و4 7 زود عليها الخمسة يبقوا كام يا مستر؟ يبقوا 12. يبقى محيط القاعدة 12 في الارتفاع اللي انت مديهوني اللي هو بكام؟ ب8، يبقى في 8. وتروح تضرب يلا بالآلة بقى بمخك برجلك هيدينا 96. 2 في 8 16 و8 في 1 ب8 و1 9، يبقى 96 سنتيمتر ايه مربع، ودي المساحة الايه الجانبية. تعال نكمل. رقم 12 مديك نقطتين. نقطة اسمها ايه
الإحداثي بتاعها بسالب 4 و1، ونقطة اسمها بي الإحداثي بتاعها ب4 و7. كلام محترم. عايز البعد بينهم، عايز المسافة بينهم. طب البعد ده كان بيساوي ايه؟ افتح جذر، حط قوسين، بينهم زائد جواهم ناقص عليهم تربيع، افتح جذر، حط قوسين، بينهم زائد جواهم ناقص عليهم تربيع، الاكس ناقص الاكس، الواي ناقص الواي. الاكس بسالب 4 ناقص الاكس اللي هي ب4، والواي اللي هي ب1 ناقص الواي اللي هي ب7. حد كده فيها اي مشكله؟ وتشتغل بقى بمخك بايدك اللي انت عايزه يا ريس. لو انت لسه فيك صحه وبتعرف تشتغل، سالب 4 وسالب 4 8، ربع ال 8 في 8 ب64 زائد 1 ناقص كام؟ 7 يدينا كام يا مستر؟ سالب 6، ربع السالب 6 هيديك 36. لما اجمع 64 و36 يا دكتوره هيدينا 100، يبقى جذر ال 100 يدينا 10، يبقى 10 وحدة طول. تختار رقم كام؟ تختار رقم 1000. تعال نكمل. هنا بيقول لك اوجد مساحة الدائرة. السؤال ده جميل. التي مركزها النقطة M بسالب 3 و2 وتمر بالنقطة 3 و6 سالب 6. بص انا هرسم لك بس الرسم مش عليك بس، وللتوضيح مش اكتر. انت يا باشمهندس عندك دايرة، الدايرة دي فيها نصف قطر. هو الراجل مدينا المركز بكام؟ بسالب 3 و2، يبقى سالب 3 و2. كلام جميل؟ كلام جميل. وقال لك ان هي بتمر بالنقطة 3 وسالب 6، يعني بالنقطة دي مثلا ب3 وسالب 6. وطالب ايه؟ طالب المساحة. طب المساحة بتاعت الدايرة بتساوي ايه؟ باي ار تربيع. يعني انت يا دكتور محتاج تروح تجيب ار، محتاج تجيب نصف القطر. طب اجيب نصف القطر ازاي؟ يا باشا ما انت لسه حلل المسألة اللي فوق، اللي بينهم ده اسمه البعد، المسافة دي اسمها البعد. فاكر الأغنية؟ فاكر يا مستر الأغنية. افتح جذر، حط قوسين، بينهم زائد جواهم ناقص عليهم تربيع، وتشتغل يا باشا. تعالى يلا نشتغل. هنمسك السالب 3 نطرح منها 3 الاكس ناقص الاكس، ونمسك الاتنين نطرح منها السالب 6، فالسالب يخش على السالب يبقى موجب. او ما توجعش قلبك وتوجع قلبي وتروح تعملها بالايه؟ بالآلة. لو انت لسه شغال بمخك، سالب 3 وسالب 3 سالب 6، والسالب هيروح 6 في 6 في 36 زائد 2 زائد 6 8، تربع ال 8 في 8 ب64. صح كده؟ لما اجمعهم هيدوني 100، جذر ال 100 10. طبعا راجع معايا معلش بالارقام. يبقى انا جبت الار الحته دي ب 10 سنتيمتر. خلاص هات المساحه، روح اعوض بقى. هو مش مدينا باي يا مستر، مش مدينا باي، يبقى نعمل ايه؟ يبقى المساحه بتساوي باي في 10 تربيع. 10 تربيع 100، يبقى 100 باي. هي دي الايه؟ المساحه. السؤال الثاني اثبت. تعالى بقى نمسح ونوسع لنفسنا. يلا يا ريس. بيقول لك ايه هنا؟ في الشكل المقابل السي بتنتمي لجي اي، دي السي، ارسمها لك اهو يا عم. ادي السي، وهنا في ايه وهنا في جي، ومطلع لك هنا اف، ومطلع لك هنا بي، ومطلع لك فوق كده يا باشمهندس اي، ومديك ان الزاويه دي
بتساوي الزاويه دي، بس هي ممسوحه بس بالبروجيكتور واحنا بنعملها. عايز ايه؟ ومديك معلومه بتقول لك ان قياس زاويه اي سي جي فين يا عم دي؟ اي سي جي، الزاويه دي مالها؟ اكبر من قياس زاويه اي سي اي، الزاويه اللي بالاخضر دي اي سي اي. ماشي. مطلوب ايه مني؟ مطلوب اثبت ان زاويه اي سي بي فين يا عم؟ اي سي بي، الحته دي اكبر من قياس زاويه اي سي اي. اكبر من انهي حته؟ اي سي اي. اي سي اي صح كده؟ يبقى اي سي اي. لا ثواني، هو عايز يثبت ان اي سي بي، يبقى اي سي بي اكبر من قياس زاويه اي سي. لا لازم تكون اف، دي اف، هتلاقي غلطه في التعديل، اف الزاويه دي. طب سؤال، انت مديني معطى ايه هو؟ انت قايل لي، هنقول له بما ان قياس زاويه اي سي جي اكبر من قياس زاويه اي سي اي. ماشي. ومديني معلومه تانية ان قياس زاويه جي سي بي بتساوي قياس زاويه اي سي اف اللي هما الزاويتين دول يا باشمهندس. هتقول له من واحد واتنين هنطرح ايه عشان مش فاهم؟ بص يا دكتور صلي على الرسول، لو جبنا كده قلم ابيض كده خفيف، هي مش الزاويه دي، ركز معايا، مش هو قايل لنا ان الزاويه دي اكبر من الزاويه اللي الناحيه التانيه؟ والزاويتين اللي عليهم اكس دول قد بعض؟ فانا همسك الزاويتين اللي عليهم اكس دول هلغيهم خالص اهو، ما انا هلغي الزاويه دي، انا طرحت، ونفس الكلام هلغي الزاويه دي. ايه اللي هيطلع لي؟ بي سي اي اللي هو عايزها هتبقى اكبر من مين؟ اي سي اف اللي هو عايز. يبقى هتقول له من واحد واتنين او من غير ما تسمي، قول له بالطرح. اذا قياس زاويه اي سي بي اكبر من قياس زاويه اي سي اف وهو المطلوب ايه؟ اثبات. يبقى كل الموضوع في المساله ان انت عندك زاويه اكبر من زاويه. حسن قد حسين، خدت من حسن 10 جنيه وخدت من حسين 10 جنيه، فالحسن كان في الاصل اكبر، فاللي هيتبقى مع حسن هيبقى اكبر من اللي يتبقى مع مين؟ مع حسين. تعال نكمل. هنا بيقول لك في الشكل المقابل ADB مثلث قائم الزاويه. ADB مثلث قائم الزاويه. ماشي. و ABDC مستطيل. ABDC مستطيل، يبقى ABDC مستطيل. عايز ايه؟ انا عايزك تثبت لي ان AB البتاعه اللي بالاخضر دي اكبر من AC اللي بالاحمر ده. طب ما تصلي على الرسول، انا اقدر اثبت لك ان EB اكبر من BD. طب ليه؟ تعال اقول لك ليه. هو ده ايه؟ ده مثلث ايه؟ مثلث قائم. والمثلث القائم بيجي فيه كام زاويه؟ زاويه واحده قائمه. الضلع المقابل ليها اسمه ايه؟ اسمه وتر. مين الكبير؟ الوتر. يبقى انا اقدر اقول له ان انا عندي هنا بما ان ADB مثلث قائم، يبقى المثلث ADB مثلث قائم. يبقى بالتالي الضلع المقابل للزاويه القائمه اللي هو BE او EB
اكبر من اي ضلع. طب انا هكتب بقى ان هو اكبر من اي دي ولا اكبر من بي دي؟ انا هختار بي دي. ليه؟ عشان هنا في المستطيل في بي دي، يبقى اكبر من بي دي، واسمي دي رقم 1. امين امين. مستر ده مستطيل، ماشي. من خواص المستطيل يا دكتور ان كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول. فانت ممكن تكتب لي المعلومه دي وتقول لي بما ان الشكل اللي هو A B D C مستطيل، اذا كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول، يبقى الضلع AC بيساوي الضلع BD، يبقى الضلع BD بيساوي الضلع AC، وتسمي دي رقم 2. وركز بقى معايا لما اجي اقول لك ايه، انا معايا البت مريم معاها فلوس اكتر من الواد يحيى، حلو، وجات لي معلومه ان في يحيى معاه فلوس قد الواد محمد. مين اللي متكرر؟ يحيى. فبالتالي اقدر اقول ان مريم اكبر من محمد. انا قلت لك ان اي بي اكبر من بي دي، وقلت لك ان بي دي بتساوي اي سي. مين اللي متكرر؟ بي دي. طلعه بره الليله خالص. فبالتالي تقدر تقول يا دكتور، اقدر اقول ان الضلع اي بي اكبر من الضلع اي سي، وهو المطلوب ايه؟ اثباته. تعال نكمل. هنا بيقول لك انا عندي مثلث راكب عليه مثلث قائم، فالمنظر ده يا مستر بيقول لك انه هو عايز بي سي واي سي واي اي. طيب كلام جميل، صلى على رسول. لما بيجي لي انا شكل زي ده انا بحب اخلعه، بحب افصله. ركز معايا، التمرين ده مهم جدا. فانا هخلع الشكل اللي تحت ده، فهنا بي وهنا دي وهنا سي. كلام جميل، كلام جميل. مديك دي ب7 سم ومديك دي ب24 سم. حلو. وبعد كده عندي مثلث راكب فوقيه. المثلث اللي فوق ده هنا دي قائمه ودي نازله عمود معوج شويه. الضلع الحرف ده يا مستر A C B، يبقى هنا A وهنا C وهنا B. لو عملت كده هتحط رجل على رجل وتشتغل. ومديك ان الاي بي ده ب15. طبعا الرسم مش مظبوط قوي او مش بنفس الاطوال، بس احنا بنحاول نجتهد ان احنا نوصل لك المعلومه بايه؟ بطريقه بسيطه. احنا لو رحنا في الترم اللي فات خدنا واحد كده قلت لك عليه عم الدنيا وعم العالم، عمك فيثاغورس. لو بصيت في المثلث بي دي سي هتقول له في المثلث بي دي سي، بما ان قياس زاوية دي بيساوي 90 درجة، فاحنا عندنا هنا عمك وعم العالم كله عمك فيثاغورس. هنروح نجيب بي سي، هو خلي بالك هو عايزها اصلا، يبقى اذا بي سي بتساوي جذر ال 24 تربيع زائد ال7 تربيع. هتروح تعمل دي بالايه؟ بالآلة، هيدينا 25. فسعادتك زي الشاطر تروح تكتب على الشكل ان الضلع اي سي ده بكام؟ ب25. معلش سامحني، المسائل اللي جايه كلها هتحتاج ان احنا نتاكد. فهنا 24 تربيع زائد 7 تربيع 25. معلش عشان ما نطلعش بس رقم غلط ويبوظ لنا الدنيا. انا يا باشمهندس جبت لك ان الاي سي ب25، فسعادتك مشكورا تروح تكتبها عند الضلع ده اللي هو مين يا مستر؟ البي سي، صح؟ اهو بكام؟ ب25. كده انا جبت المطلوب الاول. بعد كده عايز منك اي سي. طب مستر اجيب اي سي ده ازاي؟ يا اسطى ما هو ده كله ماشي مش مشكله، ده كله
اللي بالاخضر، اللي بالاخضر بس، بص معايا في اللي بالاخضر ده مثلث قائم. والاي سي ده احد ضلعي القائمه، فانت هتخش تقول له في المثلث A B C، يبقى A B C. عايز يا ريس؟ عايز اجيب AC، سهله، هطرح. يبقى المثلث ده ماله؟ اقول له بما ان قياس زاويه CAB، او ممكن تقول له على طول من فيثاغورس. لو انت مكسل ومحتاج ايه وحالتك كرب اكتبه فيثاغورس. AC بيساوي جذر 15 تربيع 25 تربيع، يبقى 25 تربيع ناقص 15 تربيع تدينا يا باشمهندس 20. يبقى انا كده ربنا كرمنا الحمد لله وجبت ده ب 20 سم. كلام جميل، كلام محترم جدا. خلي بالك احنا مش بنطول، انا بشرح كل حاجه بالتفصيل، ما بحلش تريبيك على طول وبفكرك. يلا ركز، صلي على النبي. عايز مين؟ استنى، راح فين؟ خد. عايز اي سي جبتها، عايز اي اي. يلا يا عم نشوف اي دي اهي. ده فين اي دي؟ احنا مش حطيناش اي اهي اي. طب بقول لك ايه، عايز تجيب اي؟ يا مستر، انا خدت قاعده من عمنا اقليدس بتقول ايه؟ ان لو مسكت اي سي ضربته في اي بي هيدينا اي اي ضرب بي سي. تاني يا عم الحاج، اي سي في اي بي بيساوي اي اي اللي انت عايزها في بي سي. من الاخر كده يا دكتور، لما يكون معاك الثلاث ارقام اللي بره وعايز تجيب العمود اللي جوه، خش على الحاله الرابعه اللي هو ايه؟ ده في ده بيساوي ده في ده. احنا بنشكل باللي احنا بنعمله ده. يلا يا ريس، الاي سي ب 20 في، والاي بي ب 15 بتساوي، والاي اي انا نفسي فيها، والبي سي ب 25. تروح تعمل سعادتك كده زي الكتكوت، انا عايز مين؟ انا عايز الاي اي، فهقسم هنا على 25 وهقسم الكلام ده كله على 25، فدول هيروحوا ايه؟ مع بعض. يبقى اقول له اذا الاي اي بتساوي، هتعمل ده على الآلة الحاسبة هيدينا تقريبا 12. تعالى برضو نروح ايه نتأكد. انا معايا هنا 20 هضربها في 15 واقسمها على 25 يدينا 12 يا باشمهندس. يبقى انا هنا ب 12 سم، وانا كده خلصت اللي هو ايه؟ اللي هو عايزه. يلا بينا، سمي الله وركز معايا. ماشي يا باشا، ماشي يلا. احنا كده ايه سبقنا؟ لا هي يلا ركز بقى معايا. هنا 5 و6 و7 مسائل تقيلة جدا 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 جدا. أول سؤال بيقول لك إيه؟ اثبت إن النقط دي تقع على استقامة واحدة. ماشي. عشان أثبت إن النقط دي تقع على استقامة واحدة، أنت لسه ما وصلتش لمرحلة، إحنا في مراجعة إبريل، ما خدناش الدرس الأخير في الهندسة، ما خدناش الميل، ما خدناش المنحدرات. فهنا انا هشتغل بدرس البعد. هو في طريقه تانية بس لما نخش ربنا يكرم في المنهج اللي ما بيخلصش ده. فانا هروح اجيب اي بي وهروح اجيب اي سي وهروح اجيب بي سي. فاكر الاغنيه اللي قلتها لك من شويه؟ حط جذر قوسين بينهم زائد جواهم ناقص عليهم تربيع. قشطه. يلا بينا يلا. والنبي بقى اوعى تنقل الرقم غلط، انا ما بشوفش زي حالاتك، فركز معايا في الارقام. احنا شغالين على اي بي، الاي والبي.
فهنقول مثلا 1 ناقص 2 و2 ناقص 4. سيبها بقى دلوقتي، هنمسك الآلة مرة واحدة. ماشي؟ بعد كده هنروح نجيب اي سي، الاي والسي في الحتة دي، ركز معايا مالكش دعوة بدي دلوقتي، اهو اهو اهو. يا راجل طب اهو. يلا بينا. هنقول 1 ناقص سالب 3 وهنقول 2 ناقص سالب 6. حلو؟ حلو. طبعا المحترم هيعمل لي دي موجب وهيعمل لي دي موجب، ليه ما اعرفش بقى، شوف انت ليه. يا عم السالب دخل على السالب بقى موجب. نمسح دي؟ نمسحها بقى؟ طيب نمسحها احنا. بعد كده هنجيب مين؟ هنجيب بي سي، بي وسي. يلا يا باشمهندس. هنقول 2 ناقص سالب 3 وهنقول 4 ناقص سالب 6. فهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام. يساوي يساوي يساوي. سعادتك هتروح زي الشاطر كده بالآلة. جذر كله بالآلة. ادي 1 ناقص 2 اقفل القوس تربيع زائد افتح قوس 2 ناقص 4 اقفل القوس تربيع. ما تنساش تطلع بره الجذر، ما تنساش تطلع بره الجذر، ما تنساش تطلع بره الجذر. اديتنا جذر 5. يلا نفس الكلام، جذر قوس 1 زائد 3 اقفل القوس تربيع. هو في الشاشه آلة بس انا مكسل اطلعها، تقعد بقى تحمل وتقرفنا معاها. 2 زائد 6 اقفل القوس تربيع، اطلع بره الجذر، اطلع بره الجذر. اديها واحده يساوي 4 جذر 5. لحد كده فيها اي مشكله؟ لا. طب تعال نشوف الاخير. جذر 2 افتح قوس 2 زائد 3 اقفل القوس تربيع زائد افتح قوس 4 زائد 6 اقفل القوس تربيع، ودي هيساوي جذر كام؟ 100 وكام؟ 2. لا استنى، دي انا عامل دي زائد. بص الغباء، بص الغباء، انا عامل دي ناقص، انا اسف، دي زائد. يساوي 5 جذر 5. كلام جميل كلام جميل. وبعدين خلاص انا خلصت. ازاي؟ مش انت لو جمعت جذر 5 مع 4 جذر 5 تدينا 5 جذر 5؟ فتقول له بما ان هي جذر 5 دي عايده على مين؟ على اي بي، زائد 4 جذر 5 عايده على مين؟ على اي سي، بتساوي. طب 5 جذر 5 عايده على مين؟ على بي سي. يبقى بما ان اي بي زائد اي سي بيساوي بي سي، يعني لو جمعت الضلعين الصغيرين او القطعتين الصغيرين او البعدين الصغيرين وطلعوا بيساوي التالت، تقدر تقول له بقلب جامد اذا A و B و C على استقامة واحدة. كلام جميل كلام جميل. يلا نمسح ونخش على اللي بعده. يلا بينا. رقم 6 بيقول لك انا عايزك تثبت لي ان النقط دي هي رؤوس مثلث قائم الزاوية. السؤال ده عالمي عالمي عالمي. ليه؟ عشان لا اصبر، عشان السؤال ده يا كابتن كان في المنهج القديم بتاع الله يرحمهم بقى دفعة تالتة اعدادي اللي هم محشورين دلوقتي في الدايرة، واخر منهج هندرسه السنة دي المنهج بتاع الدايرة ده بصراحة برغم انه طويل بس منهج محترم. وكان الدرس ده موجود عندهم في الترم الايه؟ في الترم الاول، فكان بيجي كتير في كل المحافظات. يديك 3 رؤوس وعايزك تثبت ان المثلث ده مثلث قائم. صح؟ مثلث قائم. بص يا باشمهندس، عشان تثبت ان انت عندك مثلث قائم هتروح تجيب 3 ابعاد. فالمثلث مثلا اسمه اي بي سي، فانت زي الشاطر هتروح تجيب ايه؟ بي، بي سي، اي سي، زي اللي فاتت بالظبط بالبعد. وبعد ما تخلص هتربعها. يبقى تاني هجيب كام بعد؟ 3. وبعد ما اخلص هربع. طب وبعدين؟ تعال نكمل. انا عندي هنا مثلث قائم بس الراجل هنا ما ذكرلكش قائم فين، فانا مش عارف ارسم، فانا هروح اجيب 3 ابعاد. هجيب اي بي
وهجيب A C وهجيب B C. كلام جميل؟ كلام جميل. يلا بينا. يلا جذر، يلا جذر، يلا جذر، قوسين 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 عليهم تربيع بينهم زائد جواهم ناقص. كلام جميل؟ كلام محترم. يلا يا باشا اتكل على الله، نتكل على الله. هنجيب اي بي، شغالين هنا الاي والبي، يبقى 1 ناقص سالب 3 يعني 1 زائد 3 و4 ناقص 2 4 ناقص 2. ركز معايا. بعد كده هنروح نجيب اي سي، الاي والسي مالكش دعوه بدي. هنقول 1 ناقص سالب 1 1 ناقص سالب 1 يعني موجب 1. وهنقول 4 ناقص سالب 2 4 ناقص سالب 2 تبقى موجب 2. السالب دخل على السالب بقى موجب، السالب دخل على السالب بقى موجب. وبعدين يا دكتور هنروح يا باشمهندس اهو نجيب بي سي. يبقى انا مش عايز ايه دي، دول شغال مع دول. يبقى سالب 3 ناقص 1 سالب 3 ناقص يعني زائد 1 سالب 3 يبقى 2 ناقص سالب 2 2 ناقص سالب 2 يعني موجب 2. طبعا السالب دخل على السالب بقى موجب، ما تقرفنيش معاك انت خلاص عرفت المفروض. يلا هنروح نجيب الايه؟ هنروح نجيب الاله. يلا يا مستر. جذر قوس 1 و3 4 4 هيبقى 6. انا هنجز بقى على طول. يبقى 16 زائد 4 ناقص 2 2 ربع الاثنين 4 20 جذر 20 2 جذر 5. صح يا حاج، يبقى 2 جذر 5. كلام جميل؟ كلام جميل. طب بقول لك ايه؟ لا استنى عشان ما تتوهش. اعمل جذر 1 و1 2 ربعهم يبقى 4 و4 و2 6 6 ربعها تبقى 36 يبقى جذر 40 اللي هو 2 جذر كام؟ 10 2 جذر 10. انا برضه بتاكد بالاله عشان الواحد برضه من التعب والارهاق فممكن تجلي مننا حاجه عادي ده طبيعي. سالب 3 زائد 1 سالب 2 ربعها تبقى 4 زائد 2 و2 4 ربعها تبقى 16 الدلتا اللي هي 20 2 جذر 5. ارجع بقى للقصه اللي قلت لك من شويه على الهادي كده عشان اكتب. وحياه اهلك هتكتب، وحياه اهلك هتكتب، وحياه امك وخالتك وستك وابوك هتكتبها. اكتب يلا عشان اثبت ان انا عندي مثلث قائم. هجيب 3 والله اكتبها لك. يلا بينا. يلا تعال. راح فين؟ خد. يلا بينا تعال. يلا عشان اثبت ان انا عندي مثلث قائم هات 3 ابعاد وبعدين ربع ربع ربع. ايه دي رجع مش ربع. ربع بس خلاص ربع. وبعدين اجمع الضلعين الصغيرين بس بالتربيع هيديك مربع الضلع الكبير. ربع 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 اجمع الاتنين الصغيرين هديك الضلع التالت. طب تعالى نكمل. واحد يقول لي انا ممكن اربعهم هنا. لا انا مش عايز زحمه على فكره يعني عشان بس بعض الناس هتقول لك ايه المستر بتاعك ده ايه يا جدعان سيكا اهو مقرف. ما تربع دي كده وتكتب دي هنا كده على طول 20 40 20 يا عم ماشي خدنا على قد عقلي. يبقى نيجي هنا هنربع الاي بي تربيع اللي هي 2 جذر 5. ولا اوعى تروح تعمل على الاله 2 جذر 5 تربيع من غير قوس. اوعى تروح تعمل على الاله 2 جذر 5 من غير قوس يدينا 20. واروح اربع الاي سي اللي هي 2 جذر 10. ولا اوعى تروح على الاله تربع ماشي يا مستر يدينا كام؟ يدينا 40. اطلع ياض. وهنروح نربع البي سي. انا لسه يا عم مربعها فوق 2 جذر 5
تربيع يدينا 20. الله، انا خدت بالي يا دكتور ان لو جمعت ال20 مع ال20 يدينا 40. يا ابن الذين خلصت يعني؟ يا باشا. يبقى انا اقدر اقول له ال20 دي بتاعت اي بي تربيع، يبقى بما ان اي بي تربيع زائد ال20 بتاعت مين؟ بي سي تربيع بيساوي ال40 بتاعت مين؟ اي سي تربيع. اذا ايه الاذا المعاقه دي؟ اذا المثلث ماله؟ قائم. قائم في مين؟ لو انت برنس قول لي قائم فين، واكتب لي تحت في الكومنت كده قائم في انهي زاويه، تبقى معلم. يلا بينا. استنى يا مستر، في سؤال فوق، في سؤال فوق، في سؤال فوق. يلا بينا. ده السؤال ده اللي هو حطه اللي احنا كنا هنعديه ده هديه في الامتحان، يعني لو جالك في الامتحان تبقى ابوك وامك وخالتك وستك وعمك عبد البواب داعين لك. يلا ركز يا ابني. ايه يا عم كل ده؟ مش هنحتاج كل ده، مش هنحتاج كل ده. يلا احنا شغالين هنا، كل الناس بقى تركز معايا هنا. بيقول لك اي بي سي مثلث فيه اي بي بكذا وبي سي بكذا وسي اي بكذا، رتب قياسات زوايا المثلث تنازليا. انا عندي حلقه لطيفه كده متعلمينها من الاساتذه بتاعتنا من زمان. روح اعمل مثلث ايه؟ اعمل جدول تنازلي، يعني ابدا بالكبير. الله يفضحكم عشان انا بنلاقي فضايح في الكلام ده. هو مدينا الاضلاع، فانا هكتب فوق الاضلاع وتحت الزوايا. هكتب فوق الاضلاع وتحت الزوايا. يلا بينا، يلا بينا يا مستر. مين الاضلاع؟ مين اكبر ضلع؟ ال15 اللي هو بي سي. طب مين اللي بعده؟ ال13 اللي هو اي بي. مين اللي بعده؟ ال11 اللي هو سي اي. اكبر ضلع في وشه اكبر زاويه بي سي. بي سي الحرف اللي ناقص ايه يبقى زاويه ايه. اي بي الحرف اللي ناقص سي يبقى زاويه سي. سي اي الحرف اللي ناقص بي يبقى زاويه بي. حد كده فيها اي مشكله؟ لا يا مستر ان شاء الله. طيب يلا، يبقى تقول له اذا قياس زاويه ايه اكبر من قياس زاويه سي اكبر من قياس زاويه بي. وكده انا رتبت قياسات زوايا المثلث اللي انت عايزها. يلا يا عم، يلا بينا يا عم. تقعد بقى يا عم انت. تعالى هنا. عايز ايه؟ انا عايزك تثبت لي ان سي دي اكبر من اي بي. ماشي. طب ايه معطياتك؟ ايه اللي انت مديهونا ظبط بحالي؟ مديك ان انت عندك مثلث اسمه سي دي بي، صح كده؟ ادي سي وادي دي وادي بي. ومديك ضلع هنا يا باشمهندس سمى هنا ايه؟ وقال لك ان الزاويه دي ب100. انا بحب ارسم الرسمه مرتين 3 4. ومدينا معلومه ان المثلث ده مثلث متساوي الساقين. طبعا احنا رسمنا ضلعين مش قد بعض، بس ما علينا، ماشي الدنيا وماشي حالك وما تقرفناش. والزاويتين دول قد بعض. عايز اثبت ان سي دي فين؟ سي دي اهي اكبر من اي بي. دي البتاعه اللي بالاحمر دي اكبر من اللي بالاخضر. هو انت تعرف ان انت عشان تثبت ان في ضلع اكبر من ضلع لازم يا دكتور يكونوا موجودين في مثلث واحد؟ عشان اثبت ان في ضلع اكبر من ضلع لازم يكونوا موجودين في مثلث ايه؟ في مثلث واحد. انت لو جيت بصيت السي دي والاي بي مش موجودين في مثلث واحد. طب دي مشكله. اعمل ايه؟ طب هو انت تقدر تثبت لي ان سي دي
اكبر من ايه دي؟ تعرف؟ طب معلش يا مستر انا هثبتها لك، بس ممكن تقول لي سعادتك سيادتك حضرتك اشمعنى عايز تثبت ان سي دي اكبر من ايه دي؟ طب ما تثبتها وانا اقول لك. يا جدع بقى بطل رخامه بقى، اثبتها وانا اقول لك. تعالى نثبتها. بص يا ريس، انا ممكن اخش لك في المثلث ده افرمهولك. تفرمهولي ازاي؟ يا مستر ده مثلث متساوي الساقين، زاويه راسه ب100، يبقى الزاويه دي ب40 والزاويه دي ب40. طب ما تكتبها. اكتبها. يبقى انا اقول له بما ان المثلث متساوي الساقين، المثلث مين؟ اي بي واي دي متساويين، يبقى اي بي بيساوي اي دي. هتقولي جبتها منين يا عم؟ مكتوبه اهي. يبقى المثلث ده مثلث متساوي الساقين. ارجع للكلام بتاعنا بتاع الترم اللي فات، لو ضلع A بيساوي ضلع، زاويه بتساوي زاويه. لو ضلع A بيتساوي ضلع، يبقى زاويه بتساوي ايه؟ زاويه. يبقى اذا قياس زاويه بتساوي قياس زاويه. قياس زاويه مين؟ قياس زاويه B هيساوي قياس زاوية مين؟ هيساوي قياس زاوية دي. ولا أنا آسف، A دي B، يبقى A دي B هيساوي 180. زاوية الرأس ب100 يبقى ناقص 100 على الاتنين يدينا 40 يا ولدي. يبقى الزاوية دي ب40 والزاوية دي ب40. طب اقول لك ايه؟ مش الزاويه دي بتساوي الزاويه دي عشان الوسطى ده منصف؟ يبقى اللي فوق دي كمان ب40. انا تعبت يا اكتب ياض انت اهو. اكتبها ازاي دي؟ اهو ايه؟ انقش دي. بما ان دي ايه؟ منصف او ينصف، اذا الزاوية دي كمان اللي هي اسمها ADC يبقى قياس زاوية ADC بيساوي 40 درجة. خليك رغاي. ماشي. بقول لك ايه يا مستر؟ ايه يا قلب المستر؟ انت تعرف، لا مش عارف، ان انا اقدر اجيب لك الزاوية دي. طب تجيبها لي ازاي؟ انا بجيب كل حاجه بقى. على فكره احنا ممكن نشتغل في المثلث الكبير، دي ب40 ودي ب80، هيبقى اللي فوق ب60. صح. بس هنعوز، احنا عايزين ايه دي؟ فاللي في وشها دي، وبعدين سي دي. لا هنجيب دي. ممكن تجيب دي عن طريق ان دي زاويه مستقيمه، فدي يا دكتور ب100 يبقى اللي جنبها ب80. وممكن تجيبها عن طريق ان انت عندك مثلث والزاويه دي ب40 والزاويه دي ب40، فدي زاويه خارجه، وقياس الزاويه الخارجه بيساوي قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاوره، يبقى دي ب80. طب اجيبها بأنهي طريقه يا عم؟ هاتها بقى بس اكتبها يبقى 80. انا بقى مش هكتب الحته بتاعت البرهان دي. كتبت دي صح، كتبت زاويه مستقيمه صح. وعن طريق زوايا المثلث، بص في المثلث ده، بص كده معايا في المثلث ده بص معايا في المثلث ده بس. ياه لا اله الا الله، ليه كده؟ ينفع كده؟ ماشي، الحمد لله. ولا تزعل نفسك. اهي يا باشا، نجيب الرسمه تاني. اهو المثلث، ادي سي وادي بي وادي دي، وده كده منصف، ودي ب100. تعالى بقى قول لي انت جبت ايه على طول، يلا عشان ننجز. جبت دي ب40 وجبت دي ب40 وجبت دي ب40 وجبت دي ب80. هنروح هنا على المثلث ده، 80 سقطها من 180 يديك 100، سقط منها 40 يديك 60، يبقى الزاويه دي ب60. بس انا خلصت. ليه؟ هتقول له انا اقدر اقول لك ان قياس زاويه سي اكبر. الناس كلها معايا؟ لا ثواني، مش اكبر،
انت عايز تثبت ايه؟ انا عايز اثبت الحته دي سي دي. بص كده على سي دي، بص معايا على سي دي. مين الضلع اللي في وشها او الزاويه اللي في وشها؟ 80 اكبر من اي دي. طب اي دي فين؟ اي دي اهي اللي بالاخضر دي. مين الزاويه اللي في وشها؟ 60. مين الكبير، ال 80 ولا ال 60؟ ال 80. يبقى قياس، بما ان قياس الزاويه ام 80 اللي هي اسمها سي، كان هنا في ايه؟ كان في ايه؟ سي اي دي اللي هي الضلع بتاعه سي دي، يبقى قياس زاويه سي اي دي اكبر من قياس الزاويه ام 60 اللي هي زاويه سي. لو زاويه اكبر من زاويه يبقى ضلع اكبر من ضلع. يبقى اذا مين اللي في وش ال 80؟ الدي سي. ومين اللي في وش ال 60؟ الاي دي. ممكن تحب لي في البتاعه دي وممكن تحب لي في البتاعه دي. مين متكرر؟ اي دي. يبقى انا هكنسل اي دي مع اي دي وتسمي دي 1 وتسمي دي 2 وتقول له من 1 و2. مين اللي متبقي هنا؟ دي سي. اذا دي سي بتاع معلقه جامد. دي سي اكبر من اللي متبقي معايا هنا اللي هو مين؟ اي بي. اطلع فوق هتلاقي ده هو المطلوب ايه؟ اثباته. هي خدت وقت معانا بس عشان احنا ايه؟ اتمسحت مننا غصب عننا. صلي على النبي. الله اعظم ويسر الله واستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بيقول لك في الشكل المقابل اي بي سي دي ده مستطيل. خلي بالك السؤال ده موجود في كتاب التقييمات باكتر من مره، مره بيديك دي ب6، مره بيديك دي ب8 وبيديك دي ب9. فركز معايا. بيقول لك ان الحته دي ب6. المستطيل مساحته 48. انا مش هكمل المساله، تعالى اهو. ده مستطيل وانت صغير في رابعه ابتدائي في الترم الاول قال لك ان ده لو ب 48 وده ب6 يبقى دي ب8. ليه؟ عشان مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض. يبقى العرض بيساوي المساحه على الطول والطول بيساوي المساحه على العرض، او بمعنى تاني 6 في كام يدينا 48؟ 6 في 8. يبقى انا من غير ما اعمل اي حاجه في المساله هنا هقول له احنا عايزين نجيب مين؟ ال8 اللي هي اي بي. بما ان اي بي بيساوي المساحه على العرض اللي هي 48 على 6 ادتنا 8. بس كده احنا فكينا المساله سيكا. يبقى الضلع ده ب8 وده كمان ب8. ليه؟ ما هو كل ضلعان متقابلان متوازيان ومتساويان. حلو. يبقى انا اقدر اقول له ان اي بي دي اي دي اي بي بيساوي دي سي او سي دي بيساوي 8 سم. وطبعا دي ب6 يبقى دي ب6. ماشي. عايز ايه تاني؟ طالب مني ايه؟ سي دي. سي دي طب ما انا جبتها اهو. يلا جبنا سي دي. عايز اي دي. اي دي عايز الحته دي. طب ما بقول لك ايه، تعرف تجيب لي القطر بتاع المستطيل؟ القطر بتاع المستطيل؟ لا بقول لك ايه، تعالى. ايه ده يا حماده؟ ده مثلث اسمه ايه؟ دي سي. ودي زاويه قائمه وده ب6 وده ب8. يبقى انت قصدك ان انا هقول له في المثلث اي دي سي من روح عمنا مين؟ فيثاغورس. هجيب الوتر اللي هو اي سي. يبقى اذا اي سي بيساوي جذر 6 تربيع زائد 8 تربيع يدينا 10 سم. يبقى انا كده يا دكتور عرفت اجيب البتاعه دي بكام؟ ب10 سم.
هكمل الحته دي فوق عشان انت تشوف. جبت اي سي، عايز بقى اي دي. اي دي فين؟ اي دي اهي الحته دي اللي بالاخضر دي. تقدر تقول لي هو البتاع ده ما بينقحش عليك بحاجه؟ استنى، ده كمان نازله بلاطه، ودي ب6 ودي ب8 ودي ب10 وده ايه وده دي وده سي. قصدك اقليدس؟ ايوه اقليدس دي ايه، عشان بس اعملها بلون مختلف عشان تبقى باينه ايه. انت قصدك ان احنا من شويه لما اشتغلنا في اقليدس قلنا دي ايه لو ضربناها في دي سي هتساوي دي اي لما نضربها في اي سي. يلا يا باشا عوض واعمل معادله والدنيا خلصت. يلا الدي ايه 6، طب الدي سي 8، طب الدي اي نفسي فيها، طب الاي سي ب10. تقوم سعادتك كده زي الكتكوت تروح تقسم هنا على 10 وتقسم هنا على 10، يبقى دي اي بتساوي 6 في 8 ب 48. 48 اقسمها على 10 يديك 4 و8 من 10. كلام جميل. وات از ذس؟ اسطوانه. يلا يا باشا على الاسطوانه. بيقول لك اسطوانه ضائعيه قائمه. استنى، فاكر من شويه قلت لك ايه يا مستر؟ عشان اشتغل في اسطوانه، عشان افتح الباب بتاعي معايا مفتاحين، لو معكش واحد فيهم خلاص ريح على جنب. ار اللي هو نصف قطر قاعدتها، والاتش اللي هو الارتفاع. فاول ما يقول لك اسطوانه تقول له ار بكام؟ اتش بكام؟ عايز بقى تكتبهم سمول سايز عشان في ناس بتعلق على حاجات ملهاش لازمه في الدنيا اصلا. اسطوانه دائريه قائمه طول نصف قطر قاعدتها 12 وارتفاعها 22، فإذا زاد طول نصف قطر قاعدتها بنسبة 25%. السؤال ده موجود في التقييمات قبل ما يبقى موجود في المراجعة. وظل ارتفاعها ثابت. يبقى انت كده يا باشمهندس عندك افتر وبيفور، قبل وبعد. الار بكام والاتش بكام؟ الراجل بيقول لك ظل ارتفاعها ثابت، يعني الاتش فضلت ب 22. دلوقتي انا عندي مهمه، كان معايا 12 جنيه، دخلت مشروع جبت شويه شيبسي على بيبسي بعتهم، كسبت كام؟ كسبت 25%. فانا محتاج اعرف ال 12 جنيه اللي معايا بقوا كام. هي دي الفكره. فسعادتك هتمسك ال 12 تضربها في 25%، اللي هي 25 على 100 يا شباب، النسبة المئوية، النسبة حدها الثاني 100. هتمسك ال 12 تضربها في 25% يعني تجيب ربعها. ب 12 جنيه هات ربعها، هات ربع ال 12 يعني 3 يا رب، 3. يعني انت يا باشمهندس، ايوه 12 على 4 فيها 3 صح كده. جبت حاجات ب 12 جنيه كسبت 25%، بعتها بقى مروح بيتك معاك 15 جنيه. يبقى النصف القطر بتاعك 15. ده الجديد. حلو. عايز ايه؟ احسب حجم الاسطوانه. حجم الاسطوانه يعني في اللي هو الفوليوم. ايه القانون بتاع الفوليوم؟ باي ار تربيع اتش باي ار تربيع اتش هيساوي. هو مش بيدينا باي فهنجيبها بدلاله باي في الار بعد الزياده 15 يبقى 15 تربيع في اتش ب 22. وتروح يا دكتور على آلتك الايه؟ الحاسبه.
15 تربيع في 22 يطلع 4950. يبقى 4950 باي. لو قال لك بقى عايزها الاقرب ايه، اللي هو الحاجات اللي موجوده معانا في الكتاب، لاقرب جزء ايه؟ عشري، يبقى انت هتضربها في مين؟ في باي، وتدوس اس دي، يطلع لك 15550 و8 وكده، يبقى 9 من 10 تقريبا. كده عايزها شوف هو محتاجها بايه، والاتنين بالنسبه لك ايه يا باشا؟ زي الفل. تعال نشوف رقم ايه دي. 11 بيقول لك اسطوانه دائريه قائمه حجمها، تعال نحل فوق. اسطوانه دائريه قائمه حجمها 320 باي وارتفاعها 20. انت مكمل المساله معايا ليه؟ مش فاهمك يا ابني. مش انا قلت لك اول ما تلمح كلمه اسطوانه ار بكام؟ اتش بكام؟ هو مديك الارتفاع اللي هو الاتش الهايت بتاعك ب 20. كلام محترم. فما طول قطر خلي بالك، قطر يعني هو اصلا عايز ار. طيب هو مدينا الحجم، سعادتك زي الكتكوت هتروح تقول لي الحجم اللي هو الفوليوم بيساوي القانون لسه كاتبينه تحت، باي ار تربيع اتش، باي ار تربيع اتش يساوي. معاك الفوليوم يا باشا؟ معاك الحجم يا باشا؟ كام يا ريس؟ 320 باي. يبقى انا اشيل ده واكتب 320 باي، ومعايا هنا باي تنزل ضرب ار تربيع، ار انا مش عارفها يبقى ار تربيع ضرب اتش اللي هي ب 20. تقوم سعادتك زي الشاطر تعمل حركه لطيفه، الباي مع الباي زي ما كده بنروش مدرسين الرياضه اللي احنا جامدين جدا، يعني يقول لك باي باي. طبعا انت هتضحك علينا. وبعدين يا دكتور هنقسم هنا على 20 وهنقسم هنا على 20، فطبعا دول هيروحوا مع بعض فيتبقى ار تربيع بتساوي، هنطير الصفر مع الصفر انا اسف، يبقى 32 على الاتنين فيها ال 16. تقوم مشكورا تاخد الجذر التربيع يمين وشمال، يبقى ار بتساوي جذر ال 16 اللي هو 4. طبعا مش محتاجين افهمك او اقول لك ان احنا مش هناخد موجب وسالب، لان مفيش نصف قطر، مفيش طول يطلع بيها كابتن بالسالب. كلام جميل جدا جدا جدا. تعالى نكمل. اعتقد ده كان اخر رسمه في المراجعه. ايوه تعالى نختم بقى بالايه؟ بعمك المنشور. عايز حجم المنشور. حجم المنشور مساحه القاعده، مساحه القاعده في الارتفاع. ماشي. بص على حجم المنشور ده، او بص على المنشور اللي عندك ده يا دكتور. هنا ده مثلث قائم، فسعادتك لو جيت خلعته بره كده الضلع ده ب 16 والضلع ده ب 12. احنا عايزين عشان نجيب الحجم عايزين نجيب مساحة القاعدة. ده مثلث قائم، القانون بتاع مساحة المثلث القائم نص ضلعي القائمة. مساحة المثلث القائم بتساوي نص ضلعي القائمة. مساحة المثلث القائم نص ضلعي القائمة. يبقى أنا همسك النص أضربها في الضلع اللي هو 16 أضربها في الضلع اللي هو 12 في الارتفاع. وهنا سأسكت قليلا. صلي على الرسول. أنا عايز أجيب الارتفاع. الراجل لو أنت خدت بالك عامل لك الشكل ده مربع،
يعني الضلع ده بيساوي ده بيساوي ده بيساوي ده. يعني انت لو جبت ده اللي هو ده، ركز يالا، لو جبت ده اللي هو ده يبقى هو الضلع ده هو ده هو ده، لان اضلاع المربع متساويه، يبقى انت جبت كده ارتفاع المنصور. طب اجيب ده عن طريق ايه؟ هو احنا لينا غيره يا ابني؟ عمك فيثاغورس، جذر 12 تربيع زائد 16 تربيع. تروح سعادتك كده مشكورا تمسك الآلة تعمل جذر 12 تربيع زائد 16 صح تربيع يدينا 20، يبقى 20، يبقى الارتفاع بتاعنا 20. وتروح تعمل الكلام ده كله بالآلة. تمسك الآلة هتدوس نص في 16 في 12 في كام؟ 20، وتسيب الآلة يا باشا لحد ما ايه؟ لحد ما تجمع هيديك 1920، يبقى 1920 ده حجم، يبقى سنتيمتر مكعب. وكده يا باشمهندس نكون حلينا مع حضرتك المراجعه النهائيه من كتاب التقييمات، كتاب الوزاره تاني اعدادي. المنهج لما بيخلص الطلبه اللي ربنا يعينهم باذن الله ويحنا معاكم ان شاء الله. دعوه حلوه كده. كان معاك مستر محمد رأفت. ان شاء الله قابلنا مع بعض في المراجعات، وان شاء الله هنراجع مراجعه محترمه والدنيا هتبقى كويسه باذن الله. ما تخافش وجمد قلبك، اتفرج على المراجعه مره واتنين، اشترك معانا. ما تنساش ان انا سالتك على سؤال تكتبوا لي في الكومنت كده. اشوفكم على خير باذن الله، وربنا معاكم ابطال.